السلام عليكم. قبل اي كلام انا بقول لكل راجل او كل اخت معاه ابلكيشن التيك توك بتوصل صوتي، او كل راجل مشهور بصوتي يتكلم عن الموضوع اللي انا هتكلم فيه. عايز الفيديو دوت يوصل لرئيس الجمهوريه، يوصل لوزير الوزراء، يوصل للوزير، يوصل لكل قاضي حلف القسم. اي واحد يتمسك بمخدر الايس يتعدم، ما يرجعش الشارع تاني. ليه؟ عشان شبابنا اتدمرت، شبابنا ضاعت. لما شاب 19 سنه يقتل اخوه 17 سنه يبقى شبابنا ضاعت. لما شاب يكون عنده 20 سنه ينزل يغتصب جارته، تمام، اللي اكل شارب معها صباخه الصغير، يبقى شبابنا ضاع. لما شبابنا ما يقدرش يشتغل ويروح في الشوارع يلم كنز، يبقى شبابنا ضاع. يا ريت يا جدعان توصلوا رسالتي لاي مسؤول. اي واحد يتمسك بمخدر الايس يتعدم، ما يخرجش للناس تاني، ما يخرجش يبيع تاني. ندمرهم زي ما دمروا شبابنا ودمروا الناس ودمروا خلاص. الشباب ماشيه بتكلم نفسيها، الشباب ضاعت. يا ريت كل واحد عنده محتوى وكل واحد الناس بتشوفه والناس بتسمعه يطلع يتكلم بحمله ايقاف الايس من مصر. وانا مش هسكت، هفضل كل يوم اعمل فيديو وانزل فيديو لحمله الايس يتمنع من مصر. الايس ما ينزلش في بلدنا تاني. الحكومه تباب في الشوارع، تباب في الدواليب، تقعد تطلع تجيب الناس من بيوتها، والايس مش هيتباع تاني في مصر. اللي يشوف بقى الفيديو يقول لك مطرطش، يقول لك معرفت اللي يقولوا اللي يقولوا، بس الايس مش هيتباع في مصر تاني. العيال اتدمرت. انتوا مش حاسين بحرقه قلوب الناس، قلوب الاب ولا قلوب الام ولا قلوب الاهل؟ الناس خلاص اتحسرت على اولادها. حسب الله ونعم الوكيل.